مشاهدينا الاعزاء عشاق التفسير والاحلام، معكم سماء لتفسير الاحلام. النهارده هتكلم على رمز مهم قوي، هو اللون الابيض في المنام، سواء وهتكلم عنه بالتفصيل بالنسبه للبنت العزباء، مواصفات العريس، نوعه، شخصيته، بالنسبه للمتجوزه برضو بالتفصيل، وبالنسبه للمطلقه او الارمله كل واحده هيكون لها معنى يخصها، وهيكون معاها البشاره والانذار لانها بتبقى رسائل ربانيه. وهنتكلم كمان مع بعض النهارده بالتفصيل على حسب سياق حال الرائي. وهنبدا مع البنت العزباء. امتى بالنسبه للبنت العزباء تكون بشاره لها او ممكن تكون انذار ان العريس ده غير مناسب؟ هو اولا يا جماعه في العموم اللون الابيض بيدل على النقاء وبيدل على انسان كويس، بس احيانا بيكون فيه مواصفات ما تنفعناش ولا تناسبنا. هنتكلم بالتفصيل ده مع بعض دلوقتي في الرؤيه. لو انت بنت وشفتي نفسك لابسه فستان ابيض بتبقى بشرى ليكي بالارتباط بخطوبه ليكي باذن الله، والشخص ده هيكون كويس جدا وانسان قلبه ابيض ونقي وكويس، خصوصا لما تكوني شايفه الفستان ابيض وطويل وشكله نقي، بيدل على نقاء الزوج او نقاء الشخص دوت، وبيدل على طهارة قلبه، وبيدل على ان هو انسان محترم جدا. طب امتى بقى ناخد حذرنا لما نشوف العريس؟ حذرنا نشوف مواصفات العريس من خلال الفستان لو شفتيه طويل وواسع قوي عليكي، اعرفي على طول ان العريس ده بمثابه استخاره، اعرفي ان العريس ده هيكون غير مناسب ليكي، اما اكبر منك في السن او اما انسان تصرفاته كلها مفتوحه قوي، وده ما يناسبكيش، مش هيبقى لك خصوصيه خالص، فلازم تنتبهي من النقط دي. ولو شفتي الفستان ضيق جدا عليكي، اعرفي ان الشخص ده برضو ربما يكون هو انسان كويس برضو، بس ممكن يكون يتصف بان هو بخيل، او ممكن ظروفه الماديه مش كويسه، ظروفه الماديه صعبه شويه. طب لو شفنا الفستان ده بيكون تحذير. هنا هنتكلم بالنسبه للمراه المتزوجه. لو المتزوجه شافت انها لابسه فستان ابيض وهي منتظره حمل، بتبقى بشرى لها بحمل، او بشرى لها برزق لو هي بتسعى لحاجه او بامنيه بتتمناها. ولو كانت لابسه فستان زفاف تاني مره، لو حست انها لابسه فستان زفاف لتاني مره وهي منتظره حمل، بتبقى بشرى لها بحمل الله، وهيكون المولود هيكون ذكر، وهيكون ذكر. تاني حاجه، لو هي شافت انها لابسه فستان ابيض ومش نضيف، ده للاسف بيدل على ان هتبقى فيه مشكله هتخصها. طبعا مش نضيف يعني متسخ، هتبقى معناها ان فيه مشكله ربما تخص زوجها، مشكله مع جوزها، وربما يدل على شويه ضغوط نفسيه او شويه تعب وزوال ما انها تروح، وعلى انها تطلع صدقه بنيه دفع ضرر الرؤيه. طب بالنسبه للمطلقه او الارمله، لو شافت نفسها لابسه الفستان الابيض، هنا معناه دايما بتكون في بشرى جميله جدا لها بعد تعب، بتدل على هي لو شافت نفسها لابسه فستان ابيض وكانت مبسوطه، بيبقى باذن الله فيها فرحه وبدايه حياه جديده، سواء اذا كان في الشغل او في الطاقه الداخليه من جواها، نفسيتها هتكون مرتاحه، في امور هتجد عليها ترفع من روحها المعنويه. ولو كانت حزينه في الحلم، فده ممكن يكون حزن قديم عماله بتفكر فيه وبتجدد فيه. واللون الابيض هنا بيديها الاطمئنانيه، وبيقول لها ربنا بيقول لها ان في عوض، وربنا هيكبر بخاطرك الفتره الجايه. هنتكلم بالنسبه لو الراجل شاف نفسه لابس ابيض، ده معناه غالبا بيكون في راحه وستر ورضا من عند ربنا. لو كان لابس اللبس الابيض وهو فرحان، بيبقى له ما شاء الله، بيبقى جاله خير، اما شغل او اما زواج. ولو هو تعبان وحاسس بقلق، فدي رساله له بتطمنه. وممكن تكون في تحذير بسيط لو في لقى البدله بتاعته متسخه او فيها شويه بقع، فبتدل على انذار بان ممكن ربما مشكله مع الزوجه او مع خطيبته او مشكله في العمل. اللون الابيض في الحلم هو لون النقاء والبدايه والبشرى، بس التفسير بيختلف على حسب سياق الرائي، وعلى حسب حالته، وعلى حسب مشاعره. اكتبوا لي حلمكم بالتفصيل في الكومنت وانا هفسرها لكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونوش بلايك واشتراك في القناه.